السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. إن شاء الله فيديو النهاردة ممتع جدا وشيق. غدا سهل جدا وبسيط. هنعمل مع بعض الجلاش الجميل ده المقرمش التحفة ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والطعم بقى في منتهى الجمال، والفراخ اللذيذة الدايبة دي شايفين بقى ما شاء الله، شايفين هي قد ايه مستوية بقى مع شوية المخلل الجمال اللي احنا عملناه مع بعض. طبق بقى في منتهى الجمال، غدوة سهلة كده وبسيطة، مش هتاخد مننا وقت خالص، ويطلع معانا بقى الغدا بالشكل الجميل ده. يلا مع بعض نشوف ازاي عملناه بكل سهولة. اول حاجة نعصج اللحمة. معايا هنا شوية من الزيت مع معلقة من السمنة، ومعايا بصل وفلفل الوان كده اخضر واحمر. نقول بسم الله وننزلهم بقى بالشكل ده. دي بصلاية متوسطة وقرنين فلفل قطعتهم مكعبات بالشكل ده، ونبدأ نشوحهم بس لحد ما يدبلوا. نحط كده معلقة صغيرة من الملح، اما نحط الملح مع البصل بيساعد ان هو يدبل اسرع. نفضل كده بقى نقلب باستمرار لحد ما البصل معانا يدبل تماما ويبقى بالشكل ده. ننزل بقى باللحمة المفرومة، ده نص كيلو من اللحمة، وننزل على طول بمعلقتين كبار كده من الخل. الخل حلو جدا مع اللحمة المفرومة، بيقتل اي بكتيريا مع الحرارة طبعا، ولو في اي زفارة للحمة بيشيلها. نشوح بقى اللحمة لحد ما تاخد معانا اللون بتاعها البني وتستوي معانا بالشكل ده. نحط بقى رشة من الشطة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الكمون، ورشة من الحبهان المطحون وورق اللورا المطحون، ورشة من الثوم والبصل البودر، ورشة من السبع بهارات حوالي كده ربع معلقة او نص معلقة. ونقلبهم بقى مع بعض كويس. نسيبهم بقى على النار لحد ما اللحمة تشرب كل السوائل اللي نزلت منها وتستوي معانا وتبقى بالشكل ده. العصاج بتاع الجلاش مش بنحط عليه طماطم خالص عشان ما يطرش معانا الجلاش طبعا. وده شكل اللحمة بتاعنا ما شاء الله، جميلة جدا، طعمها لذيذ بقى وحلو جدا. لو انتوا زي بقى في عيش كده ونعمل ساندوتش مزاج طبعا. معايا جلاش وسمنة بلدي سيحتها. الجلاش قصيته على قد الصينية طول وعرض، ودهنت الصينية كويس جدا بشوية كده محترمين من السمنة، واخد ورقتين من الجلاش بالشكل ده وندهن بالسمنة. الجلاش بيحتاج سمنة بلدي كتير جدا، كل ما تكتري له السمنة بيطلع معاكي مورق ومقرمش وطعمه بقى بيبقى روعة. اول ورقتين تنتهم من ناحيتي من قدامي كده بالظبط. نحط الورقتين التانيين ونتني من الاتجاه التاني بالشكل ده. نتني بقى من هنا زي ما انتم شايفين. بنحاول ان احنا نوازن طبعا الصينية، وندهن تاني طبقة كويسة كده من السمنة. طبعا لازم سمنة بلدي عشان تدي طعم حلو للجلاش، والجلاش معانا لما يبقى فريش كده بيبقى حلو جدا. انا حطيت كده 6 رقات من الجلاش، ودي الاجزاء اللي قصيتها من الجلاش بقى ابدا اني احطها بالشكل ده. احنا طبعا مش بنرمي اي حاجة خالص، وبرضو ندهنها كويس جدا بالسمنة ومش بتبان بقى بعد ما يستوي ويتقطع، مش بيبان خالص. احنا طبعا بنستفاد باي حاجة عندنا.
حطيت باقي القطع اللي كانت معانا، وادهن بس حاجة بسيطة كده من السمنة، مش هزود في الطبقة دي لاني هضيف اللحمة المفرومة، واللحمة فيها كمية كويسة من الدهون او من المواد الدهنية. نضيف بقى اللحمة كميتها طبعا حسب ما انت حابة. الصينية الكبيرة دي بتاخد نص كيلو، بتبقى كويسة جدا، واللحمة بتبقى مغطية كل الجلاش، مبيبقاش فيه فراغات. وطبعا حسب الكمية وحسب مقدرتك. نوزع كمية اللحمة كده بالشكل ده. شايفين جمال اللحمة ما شاء الله. وعايزة اقول لكم بقى ان طعمها اجمل واجمل. اكمل باقي الجلاش اللي معايا، اتنين اتنين برضو بالشكل ده، وبين كل رقين ادهن دهنة كويسة من السمنة. في جزء طبعا باين من اللحمة المفرومة، هنغطيه بالطبقتين التانيين بالشكل ده. وندهن برضو بالسمنة. ونكمل بقى باقي كمية الجلاش اللي معانا، ونبدأ بقى بسكينة كده، بس اهم حاجة تكون مشرشرة عشان تقطع معانا الجلاش بكل سهولة زي ما انتم شايفين. نقطع الجلاش طبعا قبل ما نسويه. الجلاش بيتقطع قبل السوا، تقطعي بالشكل ده او حسب ما انت حابة، كبير او اصغر مفيش مشكلة طبعا. بيتقطع معانا بكل سهولة لان الجلاش معانا فريش، والسكينة معانا مشرشرة بالشكل ده اهو ما شاء الله. الخليط بقى اللي هنسقي بيه الجلاش: كوباية من الحليب، نص معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسود، وبس. لا هنضيف بيض ولا اي حاجة خالص. نقلبهم مع بعض كويس. ولو حابة انك تخليها نص حليب ونص شوربة، الشوربة بتاعة اللحمة او الفراخ، مفيش مشكلة. ونقول بسم الله، ونضيف بقى الحليب على الجلاش بالشكل ده كله مرة واحدة كده. مش هنسوي الجلاش نص سوا وبعدين نضيفه، لا، كله مرة واحدة على طول. وهتشوفوا جماله وحلاوته بعد السوا ما شاء الله. مفيش اسهل من كده طبعا. نقول بسم الله وندخلها الفرن في الرف السفلي على درجة حرارة 200 لحد ما تاخد معانا لون من تحت. نشغل الشواية تاخد لون من فوق، وخلاص تبقى كده جاهزة معانا بكل سهولة. ده شكلها بقى بعد ما طلع ما شاء الله اللهم بارك. لو حابة انك تديها لون اكتر من كده مفيش مشكلة، اللي انت حباه طبعا. نعمل بقى صينية فراخ كده بالبصل. معايا هنا حوالي 3 بصلات، البصلة متوسطة، وقرنين كده من الفلفل، حامي او بارد زي ما انت حابة. نضيف عليهم بقى التوابل: معلقة صغيرة مليانة كده من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة مليانة من الكمون. اي بهارات عندك حابة تضيفيها مفيش مشكلة، ولو حابة انك تضيفي صوصات برضو مفيش مشكلة. دي 7 بهارات، هضيف منها كده حوالي نص معلقة. وهحط حوالي معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الثوم والبصل البودر. ونحط بقى معلقة صغيرة كده من البابريكا، ويا سلام بقى لو بابريكا مدخنة بتبقى فظيعة. ونقول بسم الله وندعك كله مع بعض.
لازم نتدخل بايدينا، مينفعش معلقة ولا سباتيولا ولا اي حاجة. ندعكم مع بعض كويس جدا، نشبع البصل والفلفل بالتوابل، ونخلي البصل والفلفل يطلعوا روائحهم عشان يدوا تست حلو كده للفراخ. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده خلصنا، هناخد كده حوالي نصهم او اكتر من نصهم بشوية، نشيلهم في جنب كده. هنحتاجهم دلوقتي. نوزع باقي الكمية بقى في الصينية بالشكل ده. معايا دي الفراخ بعد ما نقعتها في المحلول، مية وملح وسكر وجنزبيل وليمون. وبعد كده بقى صفيتها، ونقول بسم الله ونبدأ ان احنا نرصها في الصينية بتاعتنا بالشكل ده. ما شاء الله الفراخ بتاعتنا نضيفة وحاجة كده جميلة ما شاء الله. طبعا شلنا منها اي اجزاء تسبب الزفارة، اللي هو الجزء اللي بيبقى في الجناح، وشلنا الجزء اللي هو بيبقى شبه الكبدة اللي في الوراك. دول اكتر مكانين طبعا بيسببوا زفارة جدا للفراخ. وعاملة شقوق بقى في الفراخ بالشكل ده، وننزل باقي كمية البصل والفلفل مع التوابل فوق الفراخ. حابة طبعا تزودي كمية البصل والفلفل مفيش مشكلة، بس الكمية دي مناسبة وحلوة. ناخد الصينية بتاعتنا بقى نرفعها على عين البوتاجاز، ونحط حوالي 3-4 معالق كده من الزيت. نغطي الفراخ بقى ونسيبها تستوي، وبعد كده ندخلها الفرن تاخد معانا لون. وممكن تسويها 3/4 سوا بس على عين البوتاجاز، وتدخليها الفرن تكمل سواها وتاخد لون، ونخرجها بقى وخلاص تبقى جاهزة معانا، وتبقى بالشكل الجميل ده ما شاء الله. حابة تديها لون عن كده برضو مفيش مشكلة. شايفين قد ايه حلوة، والصوص بقى ده فظيع. وده شكل الطبق بتاعنا والأكلة بتاعتنا. غدوة كده سريعة وسهلة وبسيطة، بس الطعم بقى مقولكوش وهم بجد. شايفين ما شاء الله كمية اللحمة جميلة ازاي وكتير، وطعمها بقى في منتهى الجمال اللهم بارك. والفراخ معانا مستوية ودايبة، ولونها أبيض وجميل ازاي ما شاء الله. والمخلل اللذيذ اللي احنا عملناه مع بعض مفيش أحلى من كده. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وجربوا الوصفة دي وقولوا لي آرائكم في الكومنتات. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.